1. السلام عليكم. أهلا بيكم يا شباب. النهاردة الحلقة رقم 31 في برنامج زكاة العلم نشره. هو برنامج مهتم بالطلاب وإنه يعرفهم أكتر عن الفرص المتاحة سواء خارج أو داخل مصر من سمر بروجرامز ومسابقات ومنح، وده عن طريق إن احنا بنجيب ناس أخدت الفرصة وبتنقل ليكم التجربة والخبرة اللي خدوها في الفرصة دي في السيشنز اللي احنا بنعملها معاهم. والنهارده السيشن بتاعتنا هتكون عن برنامج لومير، وهو برنامج خاص بالريسيرش، ومعانا ندى المحمودي هتنقل لنا التجربة دي. ونستأذنك يا ندى تعرف لنا بنفسك. ازيك ريتاج، انا ندى المحمودي، في ستيم اهليه، جريد 12، وكنت في لومير السنه اللي فاتت، وان شاء الله النهارده اكلمكم عن لومير ونطلع باكبر استفاده من السيشن ان شاء الله. إن شاء الله السيشن دي هتكون مفيدة لينا والباقي اللي بيتفرجوا علينا. أول سؤال معانا النهاردة، إيه هي لومير أصلا؟ تمام. هو لومير هو ريسيرش بروجرام بيتقدم لطلاب المرحله الثانويه. بيبقى بيكونكت الطلاب دول بطلاب دكتوراه في جامعات عالميه عموما، تبقى جامعات كويسه، اغلبها جامعات امريكيه وبريطانيه. ويبقى المنتور بتاعهم اللي هو طالب دكتوراه ده بيساعده ان هو يعمل البيبر ويبقى في الميجر اللي هو حابه، وبقى بيساعده في كل حاجه. وفي الاخر البروجرام انت بتطلع انت عامل ريسيرش بيبر كويسه، ويعني فيها كل التفاصيل انت تقدر تعملها ببلش او تدخل بيها مسابقات مثلا. تمام، جميل قوي. هل الشخص اللي بيقدم على لومير ده لازم يكون متوفر عنده شروط معينة؟ لا خالص، هو عادي زي اي بروجرام، مفيش حاجه ان انت شروط معينه تقدم بيها او كده، انت تقدم براحتك، تعمل انت انترستد ان انت تعمل ريسيرش. بس الفكره اللي كان في شويه حاجات هم ذاكرينها على السايت كده، ان هو يعني ايه، بيقولوا ان انت عشان البروجرام سيلكتيف دي بتخليك اللي هو الابلكيشن بتاعك سترونج يعني. زي انت مثلا تبقى حد متفوق اكاديميا، وان انت تبقى حد انترستد يعني وكيريوس كده بالعالم والمشاكل بتاعته. وكمان ان انت تبقى، لو يعني هم كاتبين مش ريكوايرد، بس انت يبقى عندك اكسبيرينس في الميجر اللي انت بتقدم عليه. وان انت تبقى حد عموما بتعتمد على نفسه وانت بتشتغل، وانت حد بيعمل حاجه باجتهاد يعني. كانت حاجات موجوده على السايت ان هم يخلي الابلكيشن بتاعك احسن يعني. تمام. طيب ممكن نشوف الابليكيشن سوا؟ تمام. هو ده السايت اهو، ده اللي هم كنت بقول لك الحاجات اللي هم كانوا ذاكرينها يعني على السايت، وده مم. الابلكيشن. تمام. بالنسبه للبروجرام فهو البروجرام بيبقى فيه كذا بروجرام عموما، بس اللي هنتكلم عنه النهارده هو البروجرام اللي هو بيدي فول فند، اللي هو الاندفيدوال ريسيرش بروجرام. هو بيبقى 12 اسبوع، ويبقى فيه 12 ميتنج مع المنتور. فهو عادي، بيبدأ الأول معلومات عادية جدا، معلومات الشخصية وكده. بعدين بنبدأ بقى في جزء الإيسايز. أول حاجة هنا بيسألك أهو بالنسبة بقى، هو بيبقى فيه 4 كوهورت. فاحنا مثلا دلوقتي اللي فاتح هو السمر كوهورت بقى، اللي هو تقريبا هيبتدي في شهر 6. فأنت هتختار عادي إن هو بيبقى مثلا، هنختار اللي هو الستايل ده اللي هو 1 on 1 اونلي ستراكشر، ده اللي بيبقى فيه اللي هو 12 يعني ميتنج مع المنتور وكده. بعدين آه بعدين بقى اللي هو ده بعد كده بقى هتختار الميجر اللي انت حابب تقدم عليه. انت تقدر تقدم لغايه 2 ميجر من اللي موجودين دول، وتتكلم عنهم، وفي الاخر هتعمل البيبر عن واحد منهم يعني. بعدين ده اول ايساي بقى بيقول انت ليه انترستد اصلا بالحاجات اللي فوق. انت في الايساي ده هتتكلم ليه انترستد بالميجر اللي بتقدم عليه، ولو بتقدم على 2 هتتكلم عليهم، ولا مثلا عاوز تعمل مثلا في كومباينيشن بين 2 ميجرز او حاجه، ممكن تتكلم عنهم مع بعض يعني. اعرف ناس كانت عامله كده. فانت هتتكلم انت ليه انترستد بيه، وتتكلم بقى عموما بقى، وخليك تذكر بقى تفاصيل كتير عشان تبين ان انت انترستد بالميجور ده، وحابب فعلا تعمل فيه ريسيرش كويس. ممكن تقول ان انت مثلا حابب مثلا يبقى تتخصص فيه بعد كده، فانت حابب انت تضيف في المجال ده مثلا حاجه. بعد كده هنتكلم عن لو عندك اكسبيرينس او حاجه. هو انت حاولت بقى تقول كل الاكسبيرينس اللي عندك في الميجر ده، واتكلم عن الريسيرش اكسبيرينس بتاعتك عموما. ده بقى سواء انت مسابقات دخلت فيها قبل كده، مثلا كنت ذاكره مثلا انا كنت في ايسف وفي استف مثلا، والمسابقات اللي كنت داخله بيها. ولو انت مثلا كنت برضو ممكن تذكر الكاب لو انت في ستيم يعني. انا مثلا كنت يعني انا قبل كده قدمت على لومير، يعني قدمت مرتين. مره من المرات انا كنت اصلا ما كانش عندي اكسبيرينس في اي حاجه اصلا غير بروجكت اولى ترم اول. فانا كنت مقدمه عادي بان انا ده الاكسبيرينس بتاعتي كان الكابستون، وكنت يعني وصلت لمرحله الانترفيو عموما. فالموضوع بقى انت قول فعلا كل يعني اي اكسبيرينس عندك، ووضح بقى الاكسبيرينس دي فادتك ازاي، وقدرت مثلا اثرت فيك ازاي وكده. فاتكلم بتفاصيل يعني.
بعدين السؤال التالت بقى اللي هو أنت ليه حد بقى مثلًا إن هُم تتقبل في لومير أو كده يعني ليه، فأنت اتكلم عن نفسك عادي وإنك interested بالresearch interested بقى وإنك مثلًا حابب تفيد غيرك وكده، وحاول بقى في الوقت ده الحاجات اللي قُلت اللي هي مذكورة على الslide دي إن أنت بقى تبيّنها في كلامك إن هي موجودة فيك، سواء بقى بمواقف حصلت أو بحاجة زي كده يعني. هنا بقى الإيساي اللي بعد ده بيسألك عن أنت هو مثلًا بيقول لك إن لومير محتاج منك مجهود مثلًا 5 ساعات في الأسبوع، فأنت محتاج تقول له كده outline أو الحاجات اللي أنت هتبقى مرتبط بيها في الفترة بتاعة الprogram، أنت مثلًا بتقدم على الsummer أهو هيبقى مثلًا من شهر 6 لشهر 9، إيه الحاجات اللي عندك وكده، وتوضّح إزاي بقى لومير هيبقى فعلًا يعني ليه الأولوية فعلًا وهتدّي له الوقت الكافي ليه، فبالتالي أنت قادر إن أنت تعمل كل الtasks بتاعتك والحاجات فعلًا كويس، فمن غير ما تأثّر يعني من ناحية الprogram. بعد كده هيطلب الGPA بتاعك وبس بيبقى على فكرة طالبه كده مش طالب مثلًا transcript أو حاجة، وبعدين هيسألك بقى لو أنت عايز تقدّم على financial aid، فأنت طبعًا هتقول آه، بعدين هتبدأ بقى يقول لك يعني إنك تdescribe بقى الfinancial background بتاعتك وقد إيه الaid اللي أنت عايزها. أنت ممكن تقول مثلًا أنت محتاج aid full aid وكده، واتكلم بقى بكل تفاصيل أنت مثلًا آمم حاول تقول مثلًا ممكن تقول مثلًا أنا مثلًا كنت قايلة مثلًا مصاريف المدرسة إن أنا أساسًا يعني دي مثلًا ده اللي مصاريف المدرسة بتاعتي كذا، وهي مقارنةً أصلًا بالفلوس بتاعة الprogram قد إيه، فبيّن قد إيه يعني إن أنت مش هتقدر فعلًا إن يعني زي أي عادي بنكتبه financial aid في أي program أو أي حاجة عمومًا. وهنا بيسألك لو أنت يعني ما استلمتش منحة تقدر إن أنت تكمّل، فأنت هتقول لأ يعني عشان أنت فعلًا تبيّن أنت قد إيه محتاجها، وبس كده عمومًا الapplication بسيط يعني، بس أنت حاول بس تبقى ذاكر فيه ومبيّن فيه قد إيه أنت interested بيه، interested أنت فعلًا بالmajor اللي أنت بتقدّم عليه، وإن أنت فعلًا عندك research أنت حابب فعلًا عندك research background كويسة، وإن أنت حابب فعلًا إنك تعمل research ويبقى كويس يعني، فبس كده. خلاص تمام، جميل أوي. طيب هل المجال الresearch اللي أنا اخترته أختاره بناءً على حاجة معيّنة، أو في لازمًا يكون عندي خلفية سابقة؟ هم ذاكرين يعني دايمًا في الصيدلة ذاكرين أنت مش لازم يبقى عندك experience أو كده، بس عمومًا يعني لو هنتكلم على جزء الexperience حاول في الessay بتاع الexperience ده تبيّن إن أنت عندك experience فيه سواء بقى يعني سواء بقى مسابقات أو حاجة أنت عمومًا أصلًا بتقرأ في المجال ده interested بيه، متابع عن حاجات عنه دايمًا يعني إيه الrecent فيه، فتبين أنت interested بيه يعني تمام. أمّا بقى أنت هتقدّم على إيه، فأنت المفروض تقدّم على major أنت interested بيه، مش هتروح مثلًا علشان عندك experience في حاجة وبس أنت مش حاببها ومش حابب هتعمل فيها research فتقوم مقدّم عليها. وعمومًا أنت مش لازم يبقى عندك experience خالص يعني في الحاجة اللي أنت هتقدّم عليها مثلًا، لإن بعد كده مثلًا بعد ما تتقبل الmentor بيسألك أصلًا لو عندك experience في إيه معيّن، يعني مثلًا هنتكلم مثلًا كexample environmental science مثلًا، environmental science فيه حاجات كتيرة يعني تمام، فأنت لمّا بتتقبل يعني مش لازم مثلًا الmentor يسألك عندك experience إيه فيه أو interested بإيه فيه عمومًا، يعني مثلًا ممكن يبقى فيه ecology ممكن مثلًا biochemistry حاجة زي كده يعني، وقتها الmentor لو أنت حتى ما عندكش experience في حاجة بس أنت interested إن أنت تشتغل عليها بيساعدك في كده، بيساعدك في كل حاجة عمومًا، يعني أنت هتقول له أنا ما عنديش experience بس أنا interested فيها، وأنا عمومًا كنت عملت كده يعني في الtopic اللي كنت شغالة عليه، والmentors بيبقوا تمام عادي متقبلين ده، ويبقى الموضوع بسيط يعني. تمام، حلو أوي. طيب هو بيفتح كام مرّة في السنة؟ هو بيبقى فاتح يعني بيبقى فيه 4 court بيبقى 4 مرات، بيبقى فيه summer وwinter وspring وfall، بيبقى اللي بيفرق بينهم بيبقى بس بتبقى الفترة اللي هيبقى الprogram فيها، يعني مثلًا الsummer اللي هو فاتح دلوقتي هيبقى تقريبًا من شهر 6 لشهر 9 فبس كده. بس هو إمم. عمومًا بتحس إن هو بيبقى فاتح طول السنة تقريبًا، لإن بيبقى فاتح مثلًا بيبقى فيه regular وearly ومش عارف إيه، فبيبقى تحس إن هو على طول فاتح يعني. أيوه تمام. طيب هل في interview؟ بيبقى فيه interview. طيب ممكن تقولي لنا الأسئلة اللي بيسألوها وهي مدتها قد إيه، وبتبقى صعبة والّا لأ، والحاجات دي كلها؟ تمام، هو دايمًا الinterview عمومًا أنا باحس إن هي عادي زي أي interview أي program، بس عمومًا هو بيبقى معروف مش عارفة إن هو الinterview بتبقى selective أو بعدها بقى بيبدأوا يselectوا الناس، بس عمومًا هي بيبقى مدتها ربع ساعة، هُم بيبقوا باعتين أنت المفروض الinterview ربع ساعة، قلِّت عن كده أو زادت عن كده عادي، أنا أعرف ناس عدِّت الinterview الربع ساعة دي، وأنا عمومًا أصلًا ما كمّلتش ربع ساعة في أغلب الinterviews بتاعتي، فالموضوع بيبقى عادي يعني. بتدخل بقى بتتسأل في إيه، هو عمومًا أنت بجد بيناقشوك في الapplication بتاعك، يعني أنت شوف الأسئلة نفس الأسئلة اللي في الapplication دي أنت بتبقى بتتناقش فيها، بس بتفاصيل أكتر، وبيبقى برضه الinterview بتفرق يعني مدتها والأسئلة اللي بيسألوها على حسب الapplication أنت كاتب فيه تفاصيل والّا لأ، أنا دخلت الinterview مرتين، أول مرة دخلت فيها يعني
وانا في اولى تقريبا. فوقتها انا ما كنتش ذاكره في تفاصيل في الابلكيشن، فوقتها طلبت تفاصيل اكتر، سالتني الاول ان انا اعرف نفسي، وسالتني عن الميجور اللي انا حابه اقدم عليه، وتخصص معين في الميجور ده يعني ايه هو اللي انا حباه، ولو في توبك معين او حاجه معينه ريليتد بالتخصص ده حابه ان انا اشتغل عليها. سالتني عن الفاينانشال باك جراوند بتاعتي، وسالت عموما في كل تاني الابلكيشن بس التفاصيل. وقتها انا ما جاوبتش بتفاصيل عموما، يعني انا فاكره انا كنت بجاوب حاجات بيزكس قوي، لان كان وقتها يعني اول مره اقدم على بروجرام، ما كنتش عارفه ان المفروض اقول كل التفاصيل دي. بعدها خدت ريجكشن. المره التانيه اللي قدمت فيها اللي هو السنه اللي فاتت يعني، انا كنت طبعا ذاكره في الابلكيشن كل التفاصيل بقى، يعني كل تفاصيل وكده. فالانترفيو كانت قليله، ما طلبش مني اعرف نفسي او حاجه. كل اللي سالني عنه سالني لو انا الميجور اللي انا بقدم عليه لو في حاجه توبيك معين او حاجه معينه حابه ان انا اشتغل عليها. وانا وقتها قلت ان يعني كان عندي فكره، او كان عندي فكره انا كنت ذاكره في الاكسبيرينس بروجكت، فكنت عايزه انا حابه اشتغل على حاجه قريبه من نفس الميجور ده. فهو كانوا تمام، وسالني لو عندي اي اسئله، واتكلمنا في جزء الفاينانشال ايد برضو، وبس كده يعني. بس يعني عموما الانترفيو بقى اسئلتها عاديه، انك تعرف نفسك وانك منتظر مثلا ايه من البروجرام، او بعد ما تخلص البروجرام ايه الاستفاده اللي تاخدها، وان انت الميجور اللي انت بتقدم عليه كده يعني. فمفيش اللي هو حاجه صعبه يعني. طيب بما انك كنت دخلتي الانترفيو مرتين، عندك اي نصايح تقدميها عشان نجهز اصلا قبل الانترفيو ما ندخلها؟ انا شايفه ان النصيحه اللي اقدر اقولها لك ان انت الاول تبقى زي ما قلت كل التفاصيل اللي في الابلكيشن تبقى مجهزه بكل الديتيلز. يعني مثلا تبقى معرف نفسك كويس كده، مقدم كده تقديم كويس لنفسك في وقت قليل، بس فعلا يبقى مبين ان انت بقى ايه. طبعا انت بتعرف نفسك لازم تبقى مبين الحاجات اللي هم ذاكرينها على السايت قبل كده، ان انت مهتم بالريسيرش، مهتم ان انت تفيد غيرك والحاجات اللي زي دي. برضو الميجر انت بتقدم عليه تبقى فاهم قوي، تبقى محدد قوي ان هو حتى لو انت الحاجات دي بعد ما تدخل مع المنتور هتغير فيها، بس تبقى محدد قوي انت حابب تعمل ايه، وانك فاهم انت بتعمل ايه، ومحدد حاجات معينه وكده، علشان يعني تبين ان انت انا تمام، يعني انا عارف انا بعمل ايه عموما. وبس كده يعني. تبقى برضو جزء الفاينانشال عشان لو سالوا فيك تبقى مجهز كويس انت هتقول ايه وعاوز ايه كويس. فبس كده يعني. خلاص تمام جميل. طيب دلوقتي بعد الانترفيو وان شاء الله يعني بعد ما الشخص يكون اتقبل، ماذا بعد بقى؟ تمام. هو اول حاجه بيبدا ان انت بيشوفوا منتور، يبقى انت اتقبلت خلاص، هنشوف بقى المنتور. انت الاول حاجه بيتبعت لك انت خلاص تمام هتدخل وكده، هيتبعت لك المنتور بتاعك، بيبعت لك السي في بتاعه عشان تشوف لو هو هيماتش معاك بالنسبه للاكسبيرينس بتاعته وكده، وان هو انت تمام. لو كده لو وافقت على المنتور تمام بقى بيبدا البروجرام عموما بيبقى زي ما قلت 12 اسبوع. في كل اسبوع من دول انت بيبقى في حاجه معينه انت تسلمها. بس عموما بيبقى، انا كنت قلت في الاول ان هم 12 ميتنج، هم 9 ميتنج بس، تمام يعني هم 12 اسبوع بس هم 9 ميتنج. بيبقى اول ميتنج بيبقى مثلا بتبدا اول ميتنج مع المنتور بتحدده، بتبقوا محددين ميعاد معين اصلا، يعني دايما الميتنج بتاعكم يبقى فيه، ويبقى هو مثلا كل اسبوع او كل فتره بتبقى انت مظبط الحوار مع المنتور بتاعك يعني. فاول ميتنج ده بيبقى بتعرف نفسك انت والمنتور، بتعرف نفسك المنتور انت انترستد بايه. بيسالك مثلا لو عندك بيسالك مثلا انت حابب تشتغل على ايه انت مثلا مقدم على ميجر اهو، فبيسالك انت عندك اكسبيرينس ايه، حابب يعرف انت عندك اكسبيرينس ايه وكده. ويسالك لو انت حابب مثلا تشتغل على حاجه معينه، توبيك معين او كده، تبداوا انتوا تعرفوا بصفه عامه. وبيبدا بقى يقول لك يعني تبداوا تتفقوا هتعملوا ايه بعد كده. فاول ميتنج ده عموما مش بيبقى قوي يعني، بس انت مثلا خلاص عرفت انت مثلا حددت انا حابب اشتغل مثلا، هنتكلم مثلا انفيرمنتال ساينس، حابب مثلا تتكلم فيه عن مثلا الايفكت مثلا بتاعت كلايمت تشينج على الايكو سيستمز مثلا. هيبدا هو عارف ان انت خلاص عارفه عندك ايه انترست ناحيه حاجه معينه. هيبدا بقى بعد ما الميتنج يخلص هيبعت لك بقى ارتكلز وحاجات كتير تقراي فيها. فتبداوا بعد كده الميتنج اللي بعدها، مش هيجي الميتنج اللي بعده غير لما تبقي ملخصه الحاجات دي وبعتها له، وتبقوا عشان تدخلوا بقى تتناقشوا فيها. ولو عندك حاجات معينه انت مش فاهماها في الاجزاء معينه تبعتها له برده على الميل، انت هتبعتي له ان انا مش فاهم في جزء كذا وكذا وكذا مش فاهماه. بالتالي الميتنج اللي بعده تبداوا تتناقشوا في كل حاجه، وهو هيبقى هيلبفul قوي يعني ان هو يساعدك. حاجه كمان ان ثواني بيبقى برضو ممكن هيسألك مثلا لو انت عندك مثلا يعني ايه الحاجات المتوفره ليكي دلوقتي. مثلا انت ممكن تبقي مثلا عايزه تعملي ريسيرش بيبر بتاعتك، طبعا ريسيرش بيبر فيها ليها كذا ستراكشر. فمثلا ممكن حابه تعملي ان انت مثلا بتعملي بس ريفيو كده او عن حاجه كام ريسيرش كده. ممكن تبقى حابه مثلا حاجه ليها علاقه بال انك بتجمعي داتا وتبداي تعمليها اناليسيس. ممكن مثلا تعملي حاجه فيها اكسبيرمنت او كده. فمثلا المنتور كان سالني لو انت في فرصه ان انت تبقي تشتغلي مثلا
في جامعه او حاجه او معامل عموما، لو مثلا حابين نعمل يعني تجربه او حاجه. فهو كان حابب يعرف لو انا عندي الفرصه ان انا اعمل كده، عشان لو حابين نعمل بيبر لها علاقه ان هو تبقى ايه حاجه فيها اكسبيرمنت. وقتها انا قلت له مش هقدر اعمل كده وتمام. فهو كان تمام، فبالتالي استبعدنا الموضوع ده. فاول ميتنج عموما بيبقى اللي هو كده يعني. برضو بعد كده بقى بتمشي بقى البروجرام بيمشي ازاي. بيبقى فيه ليكي المنتور بتاعك ده بتتواصلي معاه لو عن يعني حاجه في البيبر وكده والريسيرش عموما. بيبقى فيه البروجرام مانجر. البروجرام مانجر هو بتبقى مسؤوله عنك عن الديدلاينز بتاعتك، ولو في اي ديدلاين او كده بتقول لك، عشان زي ما قلت انت بيبقى ال 12 اسبوع ده كل اسبوع عندك تسليم معين لحاجه للبروجرام نفسه، بتبقي مثلا بتسلميها عشان يبقوا شايفين انت ماشيه على البروجرس. مثلا بعد اول اسبوعين انت بتسلمي الريسيرش كويشن بتاعك ده اللي هو التوبيك بتاعك. ف فانت المفروض بقى البروجرام مانجر دي اللي بتبقى متواصله معاها، مثلا لو انت في حاجه معينه تتاخري فيها، لو عندك ظروف فبالتالي عايزه تاخدي اكستنشن للديدلاين وكده. والموضوع بيبقى حلو في الاول، ما بتبقى متابعه معاكي كل حاجه، وبتبقى متابعه معاكي كل ستيب مع المنتور بتاعك عموما. بيبقى فيه برضو الرايتنج كوتش. الرايتنج كوتش بيبقى مسؤول عن ان انت اي حاجه بتسلميها، زي ما قلت انت بتسلمي حاجه كل اسبوع او كده او كل فتره، بتبعتها له على فورم وهو بيراجعها لك. برضو انت ليكي تو ميتنجز مع الرايتنج كوتش. بيبقى بقى ممكن يعني لو مثلا في حاجه معينه حابه ان هو يراجعها لك، فبتبعتها له وتبداوا تراجعوا كل حاجه. او مثلا لو انت مثلا ممكن تدخلي معاه كده ميتنج عادي عموما، تقولي مثلا انا عايزه تيبس في الرايتنج او حاجات تساعدني. انا مثلا كنت دخلت معاها في ميتنج كده في بدايه البروجرام، علشان ابقى يعني تديني تبس او حاجه ابقى مكمله معاها يعني باقي البروجرام يعني. فالموضوع لذيذ يعني، والموضوع كويس يعني. تمام. طيب هما بيدوكي مثلا جورنالز معينة تقرأي فيها أو سايتس معينة تقرأي فيها، ولا بيبقى لو انتي تسيرشي براحتك بس؟ لا تمام. بصي، هو اول حاجه هو بيبقى اصلا في كده بيبقى زي جايد لاين او كده، بيبقى مبعوث، بيبقى عارفه بيبقى حاجه على النوشن كده، بيبقى فيها كل التفاصيل. مثلا قلت لك ان احنا مثلا عندنا 12 سبمشن، بيبقى بيبقى مثلا في فتره هتسبميت مثلا الابستراكت بتاعتك، هتسبميت مثلا جزء من الريزلت المفروض انت وصلتي، على حسب انت المفروض تبقي وصلتي في ايه في البيبر في الفتره دي. فبيبقى قبلها بيبقى انت عندك الجايد لاين ده، بيبقوا باعتينهولك في اول البروجرام. انت بتدخلي فيه اصلا بيقول لك كل سبمشن المفروض يبقى مذكور في ايه. يعني انت مثلا يقول لك ازاي مثلا تبس انك تكتبي الريسيرش كويشن بتاعك، وانت المفروض مثلا بيبقى مذكور في ايه، وايه الحاجات اللي المفروض تبقى مذكوره، وخدي بالك من كذا كده يعني. بيبقى مثلا برضو في اخر الحاجه بيبقى فيه تمبلت لكل حاجه يعني. فدي بيبقى موجود كده من ناحيه بقى تسيرش فين وكده. بيبقوا مثلا حاطين سايتس اللي هو الاحسن تبقي فيها وكده. والمنتور عموما بيبعت لك اصلا حاجات، يعني زي ما قلت ان انت ما بين كل ميتنج وميتنج المنتور بيبعت لك حاجات تقرايها تمام. وعموما انت لما تسالي المنتور وكده برضو بيقدر يفيدك في الجزء ده يعني. طب تمام، جميل. طيب بعد ما تخلصي البيبر دي هما بيبقوا مسؤولين عن انتي تعملي يعملوا لك ببلش ليها، ولا انتي الموضوع ده لأ، بيبقى جاست ان انتي تعملي بيبر؟ لا بصي، احنا علشان هنا دلوقتي احنا بنتكلم عن ان انا قلت في 4 بروجرامز. احنا دلوقتي في الانديفيدوال ريسيرش بروجرام اللي هو الوحيد اللي بيدي فاينانشال ايد. انت فيهم اصلا ذاكرين ان انت هم مش مسؤولين عن الببلشمنت او حاجه زي كده، انت بس بتعملي البيبر وكده بس. بيبقى عموما في برضو الجايد لاين ده او كده بيبقى في حاجات ممكن تفيدك في جزء الببلشمنت او كده. ويقول لك مثلا يقترح عليكي جورنالز، ومش يعني بيبقى في جزء كده اصلا للببلشمنت بيبقى فيها جورنالز مقترحين عليكي، والجورنالز دي متاحه انك تبلشي فيها امتى ومش عارف ايه. وعموما برضو المنتور ممكن تساليه في الجزء زي ده وبيفيد برضو، بس لكن هم مش مسؤولين عن جزء الببلشمنت خالص. تمام، جميل. هل بعد ما تخلصي البروجرام او بعد ما تسبميتي الريسيرش بيبر بتاعتك بيدوكي recommendation letter، ولا دي لو انتي طلبتيها من المنتور اصلا؟ لا، الريكومنديشن ليتر دي لو انت طلبتيها من المنتور، انت خلاص خلصتي البروجرام، حابه يعني انك يعني تسالي المنتور او كده، فتمام هتبعتي له عايزه الريكومنديشن ليتر لكذا كذا، وهو تمام لو وافق تمام يعني. لو في الفتره دي مثلا ممكن يبقى مش فاضي او حاجه كده يعني. لكن الموضوع عادي يعني، ان المنتور عموما بيبقى هو بجد بيبقى هيلبفul عموما يعني. دايما بيبقوا مقدرين وكده يعني طول البروجرام اصلا. فبعد البروجرام تبقى عارفه الريليشن بينكم كويسه يعني، انت تساليه او حاجه حتى، او مثلا لو عملتي اي اتشيفمنت بريسيرش بيبر تقولي له. فالموضوع بيبقى لذيذ يعني. تمام. طيب مستوى الانجليش ازاي بيبقى عامل في البروجرام، عشان لو في مثلا الناس المدارس العربي او كده هيقدروا يتماشوا مع الموضوع؟
مستوى الانجليش بجد عادي خالص، حاجه ما تقلقش، عادي زي اي بروجرام. وهم بيبقوا على فكره يعني عادي متقبلين، انت اكيد انت مش نيتيف سبيكر يعني، فبيبقوا متقبلين. انت الانجليش بتاعك مش هيبقى احسن حاجه، بس انت عموما بس قادر تتواصل مع المنتور وتفهموا بعض وكده، فده عادي يعني محدش يقلق منه. وبالنسبه بقى لجزء الرايتنج، لو انت خايف دي ريسيرش بيبر يعني وكده، المفروض تبقى ستراكشر معين والجرامر والحاجات اللي زي دي، فزي ما قلت في رايتنج كوتش بجد بيراجعوا كل حاجه بكل التفاصيل، ويعني كل حاجه حرفيا بتتراجع يعني. فالموضوع لا الموضوع بسيط يعني. طب تمام، جميل. هو احنا كده يعتبر خلصنا كل الأسئلة اللي معانا، فحابين نسمع بقى تجربتك انتي كندا جوه البروجرام. تمام. هو بصراحة أنا من الفترة بتاعة البروجرام دي بصراحة أنا كنت شايفة إن هو البروجرام أنا استفدت منه جدا بصراحة، رغم إن أنا الفترة دي كنت يعني كان في شوية مشاكل صحية فكانت مخليني مش قادرة أدي كويس، بس رغم كده أنا كنت قلت إن هما بجد هيلبفول قوي، فالموضوع كان مسهل عليا يعني، رغم إن أنا كنت اتأخرت شوية أصلا في الآخر يعني. بس تمام، هبدأ لك من الأول. أو أنا الأول أصلا أنا كنت الأول كنت مقدمة في الإكسبيرينس بتاعتي، أنا كنت مقدمة انفيرمنتال ساينس، وأنا بقول جزء الإكسبيرينس كان واضح إن أنا الباك جراوند بتاعتي والحاجات اللي أنا انترستد بيها حاجات ريليتد شويه بالباي كيمستري، عشان انا كنت حاطه اكتر حاجه مركزه عليه في الاكسبيرينس كان البروجكت بتاعي، ان انا كنت اخده فيه مركز تاني في ايسف في كاتيجوري الباي كيمستري وكده، وكنت متكلمه عنه شويه. فهم بيشوفوا المنتور، بعتوا لي بعد ما اتقبلت ان هم مش لاقيين منتور في يعني في انفيرمنتال ساينس يبقى باي كيمستري، فسالوني لو في منتور يعني ايكولوجي، او ان انت ممكن ناجل لك البروجرام بتاعك يبقى بدل السمر كوهورت يبقى لكوهورت تاني. انا وقتها كانش عندي مشكله ممكن اعمل حاجه ايكولوجي، وتمام اخترت ان انا المنتور بتاعي يبقى كده. وبعدها بعتوا لي بقى ان انا المنتور وكده، بدات ان انا اشوف ان انا يعني اشوف ايه اللي ممكن يماتش الحاجات اللي انا حابه اعمل فيها، وكمان والاكسبيرينس بتاعت المنتور. لما بدانا انا تمام قلت له ان انا فعلا ما عنديش مثلا اكسبيرينس وكده، وهو بجد كان متقبل عادي الموضوع، ما كانش فيه اي مشكله فعلا. وحتى ودي كان من الحاجات اللي هو كان كاتب في السترونج بوينتس بتاعتي اللي كاتبها في الاخر. في يعني انت بعد ما تخلص البروجرام بيبقى عندك في الاخر المنتور بيتكلم كده، بيبقى في حاجه ان هو المنتور بيقول بيبقى ليك الجريد بتاعك، والمنتور بيدي فيدباك عنك ايه الويكنس بوينتس بتاعتك وايه السترونج بوينتس وكده يعني. فهو كان كاتب ان هو كان شايف ان انا كنت حد كويس في كده، ان انا مش بخاف ان انا حاجه ابقى يعني مش ما عنديش اكسبيرينس فيها ان انا اجرب ان انا اشتغل عليها يعني. فعموما عشان كده كنت بقول انت لو مش عندك اكسبيرينس ما تخافش خالص، بجد هم هيلبفول قوي. بعدين بقى بدانا وكده، بدات ان انا اشوف، انا كنت عامله ريسيرش عن الايفكت بتاع الكلايمت تشينج عن الايكو سيستمز. المنتور بقى بدانا ان احنا نتناقش لو انا عايزه اعمل الريسيرش بيبر ريفيو عموما عن الكلايمت تشينج، عن الايكو سيستمز عموما، او لو في ايكو سيستم معينه مثلا. فانا اخترت ان انا حابه ان انا اشوف المارين ايكو سيستم. واحده واحده بقى بدأنا ندخل في تفاصيل اكتر، ان انا في الاخر اشتغلت على مصر وحددت منطقه معينه في مصر. بعدين بدأ يشوف ان انا كان في جزء عندنا احنا محتاجين، كنا محتاجين سايت كده اسمه جوجل ايرث انجن، فان احنا بيبدأ بقى ان احنا نشوف داتا وكده، ومحتاجين كودنج وكده. بدأ يسألني ايه لو عندي مثلا البروجرام يعني لغه البرمجه ان احنا هنكود بيها، يعني لو انا عندي اكسبيرينس ولا لا. وقتها ما كانش عندي اكسبيرينس فيها، ما كانش عنده اي مشكله، بعت لي كورس ان انا ممكن استفاد منه، وكان بيساعدني في الكودينج وفي كل حاجه يعني. فالموضوع كان لذيذ يعني. برضو زي ما قلت انا الفتره دي كنت تعبانه شويه، فكان في مثلا اول شهر ده انا كنت البروجرس بتاعي ما كانش احسن حاجه. المنتور كان الموضوع كان لذيذ معاه يعني، وكان عادي. وزي ما قلت يعني عشان تكون البروجرام مانجر فعلا بيبقوا متابعين معانا كل حاجه وكده، فكان وقتها كانت بعتت لي ان هي عرفت ان انا عندي مشاكل صحيه وكده، لو انا حابه لو في مثلا اي اكستنشن او اي حاجه ممكن يساعدوني بيها عشان ابقى اون تراك يعني ومش متاخره وكده. فالموضوع كان كويس. ولدرجه ان انا كنت زي ما قلت هو 9 ميتنج بس. انا بعد ما خلصت الحاجه في الاخر انا والمنتور كنا شويه حاجات غيرنا فيها قبل ما نسلم الحاجه ب3 اسابيع تقريبا، عملنا شويه تغييرات يعني. فالمنتور من نفسه كده، هو المفروض 9 ميتنجز، احنا عملنا ان انا بقى 10 ميتنج عادي. هو كان موافق يعني ان احنا نعمل ميتنج 10، هو اصلا اللي اقترح عشان يراجع معايا البيبر وكده. فالموضوع عارفه بيبقى فليكسيبل، هما بجد بيبقوا هيلبفول قوي، وبيبقوا اللي هو بجد عايزين انت تستفادي وتبقى كويسه يعني. فالموضوع كان مفيد يعني. وبعد ما خلصت البروجرام هم فضلوا بجد ان هم برضو يعني متابعين معاكي وكده. حتى كان مثلا كان في مثلا كومبيتيشن، ان هم كانوا هي ريسيرش كومبيتيشن، هم تقريبا كانوا سبونسر فيها او حاجه، كانت تبع الامريكان كيمستري سوسايتي. هو كان هاي سكول كونفرنس يعني، وكانت كومبيتيشن كانوا مختارين بس 30 طالب يشاركوا. فهم كانوا بعتوا على الميل ان هو انت كحد في لومير يعني لو حابب تدخل وكده. فانا كنت فعلا يعني قدمت ودخلت بالبرزنتيشن وعملته. كنت وقتها الحمد لله خدت يعني مركز رابع، هم كانوا قايلين التوب 6 يعني كان ليهم برايز وكده، فانا كنت اخدت ما شاء مركز رابع الله. الحمد لله يعني. فكان برضو بالريسيرش. فعموما لا الاكسبيرينس لذيذه، وهم بجد
يعني الموضوع flexible، فلأ يعني الprogram فعلًا كويس جدًا يعني ومفيد. موضوع جميل خالص فعلًا. طيب كان في سؤال برضه دلوقتي الresearch paper اللي أنتِ عملتيها، هل بيبقى مكتوب اللي أنتِ عملتِ الresearch paper دي مع الدكتور كذا والّا هي بتكون باسمِك أنتِ بس؟ لأ، بيبقى موجود طبعًا جزء الacknowledgement تحت في الresearch اللي أنتِ عاملاها بالguidance بتاع professor كذا أو من اللي هو بتاع كذا من جامعة كذا. وبيبقى مكتوب فيها تمام. يعني في بس الtemplate اللي هو بيتبعت. بس اللي هو كهي بتاعة مين، فهي بتاعتِك أنتِ بس صح؟ لأ، بتبقى أنتِ الauthor ندى أو كذا يعني أي حاجة، وتحت الlink بيبقى تحت في الacknowledgement بس، لإن هو كان بس بيساعدك. أيوه تمام. كده خلاص يعتبر خلّصنا. عندِك أي إضافات حابة تقوليها تاني ليهم أو أي نصايح، أي تريكات، أي حاجة؟ حاجة حابة أتكلم فيها، أنتم تقريبًا كنتم باعتينها في الأسئلة يعني، إن هو جزء إن هو الpaper بتبقى تقدر تشارك فيها براحتك أو كده، أو إن هو مثلًا بيبقى في restrictions أو حاجات معينة الprogram مانعينه، فلأ خالص بجد الpaper أنت الzone اللي أنت حابب تpublish فيها، المسابقات اللي حابب تدخل بيها، أيًا كان الموضوع يعني عادي براحتك، فما حدش يقلق من الجزء ده، هي الpaper تبقى بتاعتك أنت عادي ولوحدك، فعمومًا لأ يعني ما حدش يقلق من الجزء ده يعني. طب تمام حلو أوي بجد. كده يعتبر خلاص خلّصنا. متشكرين جدًا يا ندى على وقتِك وعلى وجودِك معانا النهارده، وعلى كل المعلومات المفيدة اللي أنتِ قُلتيها، وبجد اتشرفنا بيكِ. العفو، إن شاء الله كده الكل يستفاد يعني، وإن شاء الله خير.